هذا الشاشة الرئيسية لتطبيق السيارة. لإنشاء حساب في تطبيق السيارة تكبس حسابي. عندك اختيارين، لازم تختار إنشاء حساب إذا هاي أول مرة تستخدم التطبيق السيارة، أو فيك تختار دخول إذا كنت عندك حساب من قبل. أنا راح أختار إنشاء حساب. عندك اختيارين هون، إذا كنت عندك مركز خدمة للسيارات أو أنت ميكانيكي أو كهربائي أو بتشتغل أي شغلة إلها علاقة بالسيارات، ففيك تقدر تسجل حالك كمركز خدمة. وإذا عندك محل غسل سيارات، وإذا كنت تشتغل عامل متجول أيضا فيك تسجل نفسك كمركز خدمة. وبعد تجي دخول كمركز خدمة، وبعدين تكتب اسم وتسجل كلمة المرور وتعمل تأكيد على كلمة المرور وتكبس التالي. يطلب منا إضافة الصورة. وبعدها تسجل رقم تليفونك وتكتب عنوان شارعك وتختار مدينتك. وفي الوصف فيك تحكي عن سنتر تبعك، اسم السنتر، رقم الهاتف السنتر، عنوان السنتر. بعدها فيك تكتب في سنتر تبعنا يكون تستفادوا من خدمات هذه. تكتب الخدمات يلي بتقدموا للزبائن، مثلا تغيير الزيت وإلى آخره. وبعدها تكبس التسجيل وراح يطلب منك كود، وبعد شوي تطبيق يرسل لك كود مؤلف من 4 أرقام، لازم تدخل هذا الكود. وبعد ما تدخل الكود بنجاح خلاص لك حساب، بالتطبيق وكل شيء، وعندك حساب بالتطبيق كمركز خدمة.